يا صباح الفل عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ معاكم وزة الفحار من قناة وزة الفحار. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض سي فود، الشوربة بتاعت السي فود بطريقة لذيذة وحلوة وسهلة وبسيطة جدا. انا ما عنديش غير جندوفلي وكابوريا. تمام. فعملت بصلة مع توم، وحطيت عليهم حبة زيت صغننين قوي عشان ما يبقاش فيها زيت كتير، وهشوحهم شوية على النار. وطبعا كنت غاسلة الكابوريا وغاسلة الجندوفلي كويس قوي ونقعهم في مية عشان ينزلوا اي رملة فيهم. هم الكابوريا والجندوفلي بعد ما اتغسلوا كويس قوي واتنقعوا في مية بخل وملح علشان خاطر ينزلوا الملح اللي جواهم. نرجع هنا بقى للبصلة، نشوح البصلة يا دوبك بس تدبل، انا مش عايزاها تاخد لون، انا عايزاها بس تدبل. وبعد كده هبتدي انزل عليها بالكابوريا، الكابوريا تاخد لون برضو. هنزل عليها بالجندوفلي، وبعد كده هنزل بمعلقة دقيق، وهنشوف مع بعض، هنكمل مع بعض الباقي. اهي يا جماعة البصلة ابتدت تدبل، هجيب بقى الكابوريا وانزل عليها واحدة واحدة كده. تمام. بالشكل ده، وهبدأ اقلبها في بعض لحد ما تاخد لون، وبعد ما تاخد لون هبتدي انزل عليها بالجندوفلي. وهنا يا جماعة بعد ما الكابوريا لونت نزلت عليها بالجندوفلي، وعليها على طول معلقتين دقيق. هفضل اقلب مع بعض شوية لحد ما الدقيق يدوبك يبدأ يصفر، فهنزل عليهم بالمية وبعد كده التوابل، واخر حاجة خالص هتبقى الكريمة اللباني. اهو يا جماعة حطيت لها المية وهسيبها تغلي غلوتين 3، وحطيت لها معلقة سكر صغيرة، حطيت لها ملح، فلفل، كمون، كزبرة، بهارات سمك. تمام. وهسيبهم يغلوا غلوتين 3 كده مع بعض، وبعد كده هضيف الكريمة اللباني. وهو بعد ما غليت دقيقتين 3 هنزل بالكريمة اللباني بتاعتي عليها، وهنزل بكمية حلوة من الكريمة عشان تبقى طعمها لذيذ، يعني ما تبقاش الكريمة بتاعتها خفيفة. تمام. عايزة اقول لكم دقتها في مطعم الصلاة على النبي ده في اسماعيلية، بجد بجد انا عمري في حياتي ما دقت زيها ولا هدوق اللي عندهم. كنت لسه هناك في شهر 9 وكنا معزومين هناك، والناس اللي احنا رايحين لهم كانوا عازميننا في المطعم ده. عايزه اقول لكم بجد كانت فظيعه فظيعه، والمطعم كله اصلا على بعضه فظيع، يعني مش قادره اوصف لكم الجمال والشياكه في كل حاجه بقى، والسيرفيز وكل حاجه والاستقبال والنظافه وكل حاجه، بجد هناك كانت لذيذه جدا. فالشوربه اللي انا دقتها عندهم بتاعه السي فود دي انا مش هنسى طعمها ابدا ابدا من كتر جمالها. انا هنا زودت حبه كريمه لباني تاني. تمام. هخليها برضو تاخد غلوه مع بعض لان انا الكريمه كانت عندي ساقعه، هخليها تاخد غلوه تاني مع بعض، وبعد كده هطفي عليها. وبالهنا والشفا. بليز لو عجبكم الفيديو لايك وشير. كانت معاكم وزة الفحار، باي باي.